السيدة عائشة تخرج للصحابة تقول أيكم يملك إربة كإربة رسول الله. تمو تقول السيدة عائشة تنقل عن النبي؟ تفضل. يا دكتور، لماذا السيدة عائشة تسأل عن إربة كإربة رسول الله؟ ليش تسأل عن الأمور العورة والعياذ بالله؟ أنا ما أقبل الطعنون بعائشة عرض رسول الله. عائشة تقول في صحيح البخاري بحديث صحيح: كان النبي يباشرنا ونحن على حائض. ثم قالت عائشة: وأيكم يملك إربة كإربة رسول الله، والعياذ بالله. طيب العبارة اللي انت بتذكرها الآن دي قد يتساءل البعض ايه علاقتها بعنوان الحلقة الأحكام الإسلامية؟ مو احنا نتكلم عن الحلال والحرام، فهل من الحلال انك زوجة نبي تسأل هكذا الصحابة؟ هل يجوز هذا؟ هو يتقول على البخاري ويدلس على البخاري لأنه هو لم يأتي في موضوع إربي، لم يأتي أبدا بمتن الحديث، وهذا عادة الأستاذ علاء. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، ويباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. الحديث في البخاري رقم الحديث 302، خلاصة حكم محدث صحيح، الراوي عائشة أم المؤمنين. الحديث يقول: عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ما في مشكلة، ما عندنا اعتراض، ثم يباشرها. أيوة. خلنا نكمل. قالت: وأيكم يملك إربه. شلون تقول هاي المقطع من عندك يا علاء؟ في الحديث: وأيكم يملك إربه كما أن النبي يملك إربه. لماذا تقول في الحديث كان النبي أملككم إربه؟ لا، في الحديث أيكم يملك إربه. طلب مع سؤال: أيكم يملك إربه؟ منو اللي عنده إربه مثل إربة النبي؟ الراوي عائشة أم المؤمنين، المحدث البخاري رقم الحديث 302. نقرأ الرواية كاملة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ماكو يقبلني، ثم يباشرها، ما عندي إشكال. قالت: وأيكم يملك إربه كما أن النبي يملك إربه. إشكالي هنا ليش أنت بترد تقول على كذب ما توجد؟ أيكم يملك إربه.